يا صباح الخيرات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. وحشتوني على فكرة. شوفوا بقى. النهاردة ان شاء الله معانا يوم من ايامنا في المنصورة عند اختي. الروتين بتاع النهاردة، الفيديو بتاع النهاردة في المنصورة. اول حاجة طبعا بصبح عليكم بالمنظر القمر اللي انا بموت فيه ده، بالفيو الحلو ده. الجو كان حلو، الشمس شوية تروح وشوية تيجي، فالجو كان خريفي كده جميل. فانا يا جماعة بصبح عليكم دلوقتي ايه من المنصورة بالمنظر الجميل ده. خلاص. خلاص. شوفوا بقى، عندنا روتين وعندنا طبيخ وعندنا ايه فيديو حلو ان شاء الله ايه يعجبكم. هنا بقى ايه، الأوضة دي بوريها لكم وهي متروقة كده وخالصة وجاهزة. ما حبيتش ان انا اطول معاكم ايه الفيديوهات. الأوضة دي في ثانية كده الا ثانية كانت اتروقت وجهزت زي ما انتم شايفين كده، بقت زي الفل. وبعد كده بقى هنخرج على اوض الاطفال، هنظبطها مع بعضين. هنا طبعا دخلت بقول لكم في شويه غسيل، هغسلهم دلوقتي، هنشرهم قصدي. ونشرت بس ما نشرتش بقى معاكم. البيت اللي هناك ده فيه فرح. شوفوا بقى. خلصنا بقى طبعا الاوضه الكبيره ودخلنا فين. هندخل بقى ايه على اوضه منا. زي ما احنا شايفين كده، الاوضه انا اللي نايمه فيها انا ومحمد. على فكره الاوضه دي انا كنت نايمه فيها انا ومحمد. فزي ما انتم شايفين بقى هفتح شباكها كده كده. كنا قافلين الازاز بس كانت ايه منوره يعني. فتحنا بقى الشباك وظبطت الدنيا هنا، ظبطت الملايه شلتها على فكره وعملتها من اول وجديد. وعملنا بقى نحط مع بعض المخدات. وهجيب بقى المفرش القمر ده بقى كده نحطه برضو. كنا متغطين بينا ومحمد. والمروحه بقى زي ما انتم شايفين، مش قادره استغنى عن المروحه، مش قادره. المروحه دي يلا يعني بصوا، هي اللي هتطردني ان شاء الله، هي اللي تقول لي يلا بقى ايه الجو برد. زي ما انتم شايفين بقى ايه، نفضت الباب كده بالمقشة، وجبت قماشة كمان ومسحته. وكنست بقى الأوضة وهمسحها واظبطها، وهتبقى زي الفل دلوقتي. خلاص كده يا حبايبي، الايه الأوضة خلصت معانا وبقت زي الفل. زي ما انتم شايفين كده 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 الأوضة دي ايه خلصت خلاص. هنروح فين بقى؟ هنروح على أوضة محمد. دي بقى أوضة محمد، دي بقى الحركات كلها. دي طبعا أوضة محمد بقى، وانتوا عارفين القعدة كلها فيها. خلاص بقى كده هنظبط السرير برضو. هنا عنده بقى الكمبيوتر في اوضته، فعشان كده القعده طول الليل والنهار فيها، ومحمد ابني على طول فيها. وايه والدنيا كلها فيها. الاوضه دي في الشتاء يا جماعه مش قادره اقول لكم على السحر اللي فيها. كلنا كده كلنا بنتجمع على السرير ده في الشتاء. بتبقى في الشتاء حاجه تانية. محمد ابني بقى على الكمبيوتر زي ما انتم شايفين كده، ومش راضي يقوم. يا ابني قوم يا ابني. يقول لها قوم أهو يا ماما. قلت له خلاص خليك قاعد. هنا بقى خلاص روقت الأوضة وظبطتها. هعمل ايه بقى؟ همسحها اهو. نجيب شوية مية حلوين كده. محمد ابني رايح جاي. هنجيب بقى المية كده النضيفة دي وايه، وهنمسح الأوضة زي ما انتوا شايفين كده. ايوه كده تمام. خلاص كده الأوضة ايه اتمسحت وبقت زي الفل. هنعمل ايه بقى؟ هنفرش الحافظة بتاعتها. خلاص خلصنا. الأوضة بقت زي القمر اهي. هنا بقى بقول لكم هنا كمان بقت زي الفل، والسجاد بقى ان شاء الله خلاص ايامه جات. بقول لكم الشتا جاي بقى خلاص هيتفرش. وكده الأوضة بقت زي القمر. صح والله شكلها حلو قوي. هنا بقى ايه برضو الصالة كانت ايه في ثانية الا ثانية كده اتروقت بالمرة. ما حبيتش ان الفيديو يطول معاكم. الصالة زي الفل زي ما احنا شايفين اهي. بعد كده بقى يا جماعة هندخل على ايه؟ ندخل على الغدا. اختي طبعا قعدت على الارض كده، وتشوفوا السمك الاول عامل ازاي، كله بطاريخ وكله دهن. بصراحه كان صعبان عليا قوي. انا بعت اجيب رده عشان اشويه، ما لقيناش رده. والله قعدنا ندور على رده ما لقيناش. فقلنا خلاص يتقلي بقى. هي بقى كملت تنظيف، وانا دخلت المطبخ زي ما انتم شايفين بقى كده. لقيت المطبخ زي ما انتم شايفين. طبعا احنا مروقين الشقه كلها ولمينا كله كده ايه. كنسنا بقى وجبنا كل ايه الحاجات هنا كده عشان نلمها. فقلت اما اروق المطبخ الاول وبعدين اطبخ. ايوه روقت المطبخ الاول، وغسلت البوتاجاز وخليته زي الفل زي ما انتم شايفين كده. انا مش هعرف اشتغل في المطبخ الا وهو فله. انا كده
مطبخي نضيف يا جماعة هشتغل، مطبخي زي الزفت والله ما اعمل حاجة. هنا رميت بقى الزبالة زي ما انتم شايفين، حاطة في الكيس. وايه، والسمك اهو ده اللي اختي نضفته خلاص. وايه، وانا بقى هدخل ايه اغسله واظبطه. بقول لكم شايفين الشارع. خلاص كده. هغسل بقى السمك غسلة نظيفة محترمة. وهنقعه بقى بايه، بليمون وبدقيق وبملح. وكنت بقى مجهزة معاكم البصلة اللي هعملها ايه، هعمل رز ببصلة. هنا بقى جبت فلفل اخضر وفلفل حامي و... وطماطمتين كده وشوية خل وليمونة. علشان ايه، عشان اعمل الخلطة بتاعة السمك. شايفين السمك كان تحفة بجد، السمك كان طعمه حلو قوي. هنا بقى خلاص عملت الخلطة، المفروض تدقي بقى زي ما انتوا فاهمين على الايد، بس انا بستسهل في الخلاط. هنا بقى ايه، كنت حاطة بقى ملح مبهر وشوية ايه، وشوية اللي هي السبع بهارات دي. بموت في السبع بهارات مع السمك، بتشيل الزفارة بتخلي طعمه حلو. خلاص هنا السمك البتاع دي البصلة خلاص خلصت. هنحط بقى الرز ونحط ملحنا ونظبط ايه توابلنا وايه وتمام. هنا بقى ايه، بوريكم بقى السمك زي الفل والله، قلبه نضيفه زي الفل. بس انا ايدي هي اللي عامله ايه عكس كده ومضلمه. هنا بقى شوفوا اهو الخلطه اهي. محمد ابني ماسك التليفون يا جماعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا بقى خلاص كده قلت لكم هنخلص الكميه كلها ونرجع لبعض تاني. عبال ما ملحت السمك كان الرز ايه خلاص كده ايه اتشرب. قلبته بقى وايه، وهنقله على العين التانية واوطي شويه. وهعمل ايه بقى، ده هنعمل بقى ايه السمك مع بعض. زي ما انتم شايفين بقى، جبت الدقيق كده وحطيت عليه ملح مبهر كده برضو. وايه، وقليت السمك. هنا بقى ايه، كنت ببص على الرز كده. هنا خلاص السمك ايه، الثلاث سمكات دول كانوا ايه خلصوا معانا. هنعمل كمان بقية السمك. وبعد كده بقى ايه، انا هخلص كل الكمية دي وهرجع معاكم تاني. خلصت كل السمك وايه، ورجعنا لبعض. طبعا كمان كده بقى الاكل خلاص خلص، وكان طعمه رهيب يا جماعه، حلو قوي، انا بموت في السمك. الرز كان تحفه، والسمك كان قمرين تلاتة اربعة. وعملنا طبق سلطه محترم كده، وقطعت بصل. وعملت الدقه اللي انا بحبها في الخلاط، اللي هي بقى الفلفل الاخضر والثوم وطماطمايه وفلفل احمر. واضرب في الخلاط يا عم الحاج، وحط على الرز وكل احلى اكل. هنا بقى بعد ما كنا بوريكم ايه المواعين. طبعا انتوا عارفين انا كنت بقى مروقه المطبخ قبل الاكل، فكان حبه مواعين قليلين. وكمان انا وانا بطبخ كانت اي حاجه بتتوسخ بقوم حقيقة غسلها على طول وعينها. فالمواعين ما كانتش كتير زي ما انتم شايفين كده بعد الغدا. طبعا ايه، طب غسلت المواعين وظبطت الدنيا وروقت المطبخ. وغسلت البوتاجاز تاني والله. وبوريكم بقى ايه الدنيا بقت فله ازاي. وهنا بقى شربنا الحاجه الساعه خلصناها. وكان بقى حبه سمك صغننين وظهر سمكايه. زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى بقول لكم احنا بقينا بالليل اهو. بروكوا الشارع بالليل. هنا بقى دخلت البلكونه عشان اوريكم ايه، العماره اللي هناك قدام اختي دي فيها فرح. الفرح ده اختي بتقول لي بقاله اسبوع كده قايدين النور كده زي ما انتم شايفين كده. ربنا يفرح الناس كلها يا رب. منظر جميل، انا عاجبني اكتر منظر في الموضوع كله الشجر. النور عاملينه على الشجر بطريقه مخلي المنظر جميل قوي. عارفين انتوا، تحس ان ايه النور ماشي على كل فرع في الشجر كده، شكله تحفة. هنزل الشارع دلوقتي بقى وهوريكم شكله من تحت عامل ازاي، هيعجبكم قوي. احنا خلاص كده بقينا بالليل بقى، وهبقى بشاور لكم ما بقول لكم شايفين الشجر عامل ازاي. احنا هننزل بقى دلوقتي هنروح انا ومحمد. وايه، وقلت لمحمد صور لي المنظر من تحت يا محمد. فنزلنا بقى، فانا صورت انا بقى من تحت لما نزلنا الشارع. صورت لكم المنظر من تحت. شايفين الشارع بالليل عامل ازاي، منطقة جميلة وراقية كده وهادية. حتة حلوة، أنا عايزة أقعد في مكان زي كده. عايزة أبعد عن هنا خالص بصراحة. دعواتكم دعواتكم. خلاص كده بقى الفيو بالليل. محمد بقى يدخل دلوقتي يغير هدومه وإيه، وإحنا بقى هنتوكل على الله عشان إيه، عشان ننزل نروح. شايفين بقى المنظر بالله عامل إزاي، تحفة يا جماعة. إحنا خلاص كده هنزل بقى أنا محمد خلاص أهو. كده نزلنا الشارع. كده احنا تحت اهو في الشارع. بصور لكم بقى من ايه، من قلب من قلب اسمه ايه، من قلب المعركة زي ما بيقولوا. تحت بقى اهوت بصور لكم المكان.
صور لكم الشجر شكله تحفة. وخلاص احنا كده ايه مروحين انا ومحمد خلاص. كده بقى احنا في العربية جايين فين؟ جايين ارض الوطن نبروه. خلاص كده دخلنا نبروه خلاص. دي بقى ايه؟ ده بقى كده المدخل بتاع نبروه. دي بقى اليافطة بتاعت ابو موسى. مش عارفة بقول عليها ايه بقى. هي يافطة كده بس مش عارفة بقول على المكان ده ايه، يعني على البتاع دي ايه. خلاص كده دخلنا. خلاص دخلنا نابورو اهو، احنا كده كده في نابورو اصلا يعني. كان في فرح تاني اهو قدامنا هو وريته لكم. فبقول ايه، بقول سبحان الله، كل مكان يعني كل ما نمشي مكان نلاقي فرح. ربنا يفرح الدنيا كلها ويكتر افراحنا يا رب. وهنا بقى ايه خلاص كده تمام وصلنا نابورو. وكان كده اليوم بتاعنا القمر الجميل كان خلص، ويوم بموت فيه وبعشقه. ومفيش احلى في الدنيا دي كلها من لمه. هو فعلا كان يوم جميل قوي، وكان لمه بمعنى كلمه لمه. يعني كنا كلنا هناك النهارده وكان يوم جميل قوي. و... وانا برضو ارجع اقول لكم ان احلى فيديوهات محببه على قلبي اليوم اللي بروح فيه لاختي، واليوم اللي بروح فيه البلد. يعني بص بقى، اليوم اللي بروح فيه البلد ده احلى يوم. ان شاء الله عندنا فيديوهات كتير قوي في البلد الايام الجايه. عشان ايه؟ عشان اخويا ان شاء الله جاي بالسلامه. فربنا يا رب يوفقه ويسعده ويجيبه لنا بمليون سلامة ويسعدكم. واشوفكم بقى على خير، عشان كده الليلة خلصت والدنيا خلصت. ويلا تصبحوا على خير ويلا باي سلام. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش بقى اللايك وكومنت حلو كده. يلا سلام. دي بقى انا بروح يا جماعة بالليل. يلا تصبحوا على خير، يلا باي سلام.